هل البكالوريا فعلا اصعب من الثانويه العامه؟ الاجابه اللي محدش قالها لك، البكالوريا اصعب بكتير. لا الثانويه اصعب بكتير. هل هندم لو دخلت البكالوريا؟ كل يوم هتسمع جمله من دول، كل واحد بيقول راي مختلف وكأن الحقيقه المطلقه عنه. بس السؤال الحقيقي هو هل في نظام فعلا اصعب من التاني؟ ولا الموضوع اكبر من كلمه صعب وسهل؟ الفيديو ده مع بعض هنعرف مين الاصعب وايه الفرق الحقيقي ما بين النظامين، وفي الاخر هتعرف اذا كانت البكالوريا مناسبه ليك ولا لا. السلام عليكم، انا مستر سيد درويش، وفي الفيديو ده هنجاوب على واحد من اخطر الاسئله، اللي بتتكرر بين الطلاب واولياء الامور. يلا بينا نبدا. اول سؤال، هل البكالوريا فعلا اصعب؟ الاجابه المختصره لا ومش لان الصعوبه مش في اسم النظام، الصعوبه في طريقه مذاكرتك وبرضه في المسار اللي هيناسبك. يعني طالب بيحب المواد العلميه طبيعي يختار مسار علمي، وطالب ميوله ادبيه او لغات هيكون مرتاح اكتر في مسار تاني. بقى المشكله مش في البكالوريا، المشكله انك تدخل مسار مش شبهك. ايه المختلف ما بين الثانويه العامه والبكالوريا؟ بالنسبه للثانويه العامه الاختلاف كالاتي: كل الطلاب تقريبا كانوا بيدرسوا نفس المواد على حسب الشعب. اما في البكالوريا من البدايه انت اللي بتحدد المسار اللي هيقربك من الكليه اللي انت بتحلم بيها. ده معناه ان انت هتركز على مواد مرتبطه بمجالك اكتر، يعني بدل ما هتشتت نفسك في مواد كتير تركيزك فعلا على اللي هيخدم مستقبلك. وهنا تيجي اهم نقطه وهي المسارات. هي بتخوف الطلاب لكن الحقيقه المسارات معموله عشان الطالب يدرس اللي يناسبه مش اللي يعقده. لان مش منطقي طالب عايز يدخل هندسه يدرس نفس المواد بعمق اللي هيدرسه طالب هدفه اعلام او تجاره، ولا طالب عايز يدخل طب يدرس نفس المواد اللي عايز يدرسها طالب في الاداب. كل طالب ليه طريق، بس اكبر غلطه ممكن تعملها انك تختار المسار بسبب صحابك او كلام السوشيال ميديا او ان حد يقول لك ده. المسار بيتحدد على اساس انت شاطر في ايه، بتحب ايه الكليه اللي انت نفسك تدخلها. السؤال المهم، هل اختيار المسار هيأثر على اختياري للكليه اللي انا عايزها؟ ناس كتير فاكره ان اول اختيار معناها ان الاختيارات انتهت، لكن الحقيقه ان اهم حاجه قبل ما تختار تبقى فاهم، عشان كل مسار بيوصل لحاجه مختلفه. ان القرار ده هيحدد شكل دراستك في الثانويه كلها، فلازم يكون قرار واعي مش متسرع. السؤال هنا، مين اللي هيلاقي البكالوريا اصعب؟ الطالب اللي مستني يذاكر قبل الامتحان باسبوع معتمد على الحفظ بس واختار مسار مش مناسب ليه اصلا. اما الطالب المنظم اللي قاري النظام كويس فهو غالبا اختار المسار المناسب ليه وهيلاقي الدراسه اوضح واسهل. الخلاصه، بكالوريا مش اصعب، هي مختلفه. ولو فهمت النظام من البدايه واخترت المسار الصح والتزمت بالمذاكره اول باول هتوفر على نفسك ضغط كبير جدا. اما لو اخترت المسار بشكل عشوائي حتى لو النظام سهل هتحسه صعب جدا. لسه محتار تختار اي مسار؟ اكتب لي في التعليقات وانا هنزل فيديو اشرح فيه كل مسار بالتفصيل. ايه يناسبك، ايه الكليات المتاحه، ايه اللي يناسبك وايه الكليات المتاحه لكل مسار. سلام.